يا لهوي في ايه؟ ده معنى بدأ فيه. اهلا وسهلا بيكم في اقوى سلسله تذوق في الوطن العربي، بل في العالم العربي، بل في العالم اقوى سلسله تذوق. النهارده يا جماعه راجعين بما يرضي الله، بما ان مفيش فيديوهات نرياكت عليها، فالنهارده ان شاء الله هنرياكت على مأكولات. طبعا يا جماعه اخر فيديو كان وصل 20000 لايك، قلت انزل لكم بقى. يعني مش فاهم ليه في طلب جامد قوي على السلسله دي. انا كمان محتاج اتغذى جدا الفتره دي برضو. انا تقريبا باكل من ساعه ما اتولدت، وعارفين طبعا ان انا في التذوق على الفظيع، يعني حاجه يعني كلب تذوق. النهارده فكره الفيديو بتاعتنا ان احنا هنجرب مأكولات جديده من مطاعم قديمه. ايه اللي انا بقول؟ مطاعم قديمه موجوده بالفعل. بداوا يهربدوا. اكيد انتوا شفتوا ناس كتير قوي في فود بلوجرز اتكلموا عن المأكولات دي كلهم، وفي عبث حصل اخر فتره. انتوا عارفين طبعا انا قد ايه بقدر المحشي، يعني انا قلت لكم قبل كده المحشي ده حاجه في معزز كده. انا بالنسبه لي المحشي شيء ما ينفعش نهزر فيه خالص. سمعت ان هم قالوا بقى يحطوه في بقسماط. المحشي بقى يتحط في بقسماط ويتقلي وينزل في زيت. المحشي بقى ينزل في زيت. احنا ساكتين ليه؟ انا ما اعرفش. فانا من مكاني ده انا جاي التجربه دي عشان نجرب واقول لكم فوق يا عرب مش كل حاجه بتتقلي. كرواسو كمان لعبوا فيه. كرواسو طبعا كنا عارفين ان هو شكله حلزوني مره واحده. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي وهتفهموا كل حاجه مع بعض. بس قبل ما تبتدي فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده 30000 لايك. اول ما يوصل 30000 لايك هتلاقوا فيديو بما يرضي الله على طول بعد كده. خلاص هو مفيش حاجه نرياكت عليها اصلا، عشان نبقى بس على ميه بيضاء مع بعض. وعايزكم كمان تقولوا لي حاجات غريبه نجربها في الجزء الثاني، عشان انا في حاجات ثانيه في دماغي، بس انا عايزكم برضو تشتغلوا معايا. افكار جديده من مطاعم، حاجات جديده الناس عاملاها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي اسم المطاعم اللي احنا هنجربها النهارده. هو بافلو برضو قاعد يجيب خيار مخلل برضو ويقليه، وبعد كده جاب باميه وقلاها ما لحقتهاش خالص. في وفره في الزيت عندنا في مصر تقريبا، او وفره في البقسماط او الرده، انا مش عارف بصراحه. عندهم شويه اختراعات كده، حلقات بصل فيها تشيز بوم بيقولوا ان هي حاجه بوم برضو. نزلوا اجنحه دجاج، ما اعرفش كانت موجوده قبل كده ولا لا، بس انا كان نفسي فيها فقلت اجربها بصراحه عشان ما اكدبش عليكم يعني. وجايبين هارت اتاك اللي عمل المصيبه، اللي عمل الكارثه، اللي نزل المحشي في الزيت. يعني مش كفايه حشتوه بتنزلوه في الزيت يا قادر. دلوقتي انا هشرح لكم قصه المحشي دي بدات ما علينا، مش لازم اشرح، خلينا نبتدي على طول. انا هقول لكم واحده واحده بقى احنا جايبين ايه مع بعض. اكل كوميدي النهارده، جايبين اكل كوميدي. خلينا نشوف ايه الباكجينج، نقيم الباكجينج. هقيم الباكجينج دلوقتي. حاجه جايبين 2 كايزر طبعا. ايه ده فريش؟ طب ما احنا عندنا كايزر فريش اهو. امال ايه KFC؟ ايه امال السميت اللي انت بتبعته لنا مع الفراخ ده ايه نظام؟ ما هو في اهو كايزر فريش في مصر اهو، اللي انا مش راضي عنه ده ورق عنب في زيت يا اولاد. بصوا استحملوني، انت عارفين ان انا بهتم بهتم. بصوا الشياكه، بص الاناقه. نجرب الاول المسحب ولا الورق العنب؟ خلينا المسحب، عشان الورق العنب ده عندنا معاه حوار. بيجي بقى المسحب بقى، يجي مسحب زي ما انتم شايفين كده، حاجه اناقه. بص الشغل، ولا كانك جايب طقم مذهب، ولا كانها ستاره. انت هتفتح ساعه. مش شكله شيك وكل حاجه، بس ملوش علاقه بالفراخ خالص. خلينا نفتح ونشوف المسحب. المسحب ده بيجي عباره عن ايه بقى يا معلم؟ صوص الثوميه وصوص التوميه برضو نفس. مش فاهم ليه جاب 2 توميه، بس اوكي. طبعا البطاطس هي البطاطس دي معموله عشان تتهربد، زي ما انتم شايفين كده. بيجي معاه 2 صوص توميه، وبيجي معاه المسحب نفسه. بصوا بقى، خلينا قبل ما نبتدي المسحب، الناس اللي في السعوديه او الناس اللي بتتكلم على البيك، يعني المسحب ده بيشعروا فيه في السعوديه. انا سمعت في قصه كبيره تبع المسحب ده يعني. المهم احنا عملناه هنا في مصر، فهل يا ترى عملناه زي البيك ولا لا؟ ما تسالنيش انا السؤال ده، انا ما جربتش بتاع البيك بصراحه، بس انا هقول لكم هو زي بتاع البيك ولا. انا طلبت بوكس فيه 10. ثمنه كام؟ استنى عشان السلسله بتقع مني. وجبه مسحب لارج ب 104 من غير الضريبه. اوكي، هي وجبه مسحب 10. هات لي 5 سبايسي وهات لي 5 مش سبايسي اللي هو اوريجينال. خلينا نفتح الصوص كده. بس انا كان نفسي الصوص، يعني انت جبت لي صوص توميه يا عم، هات لي معاه صوص حاجه ثانيه. اوكي، هنجرب الاول السبايسي زي ما انتم شايفين كده. دي الناجتس. نجرب الاول الاوريجينال ده المسحب المفروض. انا اللي اعرفه يا جماعه المسحب ده انتوا عاملين عليه حوارات في البيك، يعني انت قول لي رايك برضو لو جربت المسحب، هل هو يستاهل الضجه اللي معمول عليه ولا لا؟ ندوق الاول بالتوميه ولا من غير التوميه؟ ندوق بالتوميه. لا هم بيعملوا كده ثواني بس عشان افهمكم. والله حلو قوي. ناكل بقى شويه بطاطس. معلش انا ما اكلتش. انتوا عارفين السلسله دي انا باجي اتغدى معاكم فيها. خلاص بقى. طب مبدئيا كده، هو انا مش فاهم يعني، هو ناجتس ولا مش ناجتس؟ يعني ايه فرخه مفرومه بس هي قطعه واحده؟ يعني انت لو بصيت كده انت مفرومه ولا مش انا مش فاهمك. زي ما انتم شايفين كده من جوه، يعني فيها نساير وحلو والله، بس في نفس الوقت تحس ان هي مديه على ناجتس. فقال يا ترى هي ناجتس ولا مش ناجتس؟ ولو هي ناجتس انا خدت راحتي قوي. في طبقه كريسبي محترمه بصراحه. الفراخ من جوه يعني مش عارف هي مفرومه ولا مش مفرومه، بس فيها تحس بطعم الفراخ. انا عارف الفراخ دي بهدلناها معايا، عملنا فيها كل حاجه، حشيناها وشويناها وقليناها وفرمناها وقطعناها حاجه يعني بجد الحمد لله. دايما كده لما الدنيا تيجي عليا قوي بقول الحمد لله، انا اكيد حالي احسن من الفراخ. خلينا نخش على الايه الاحمر الحلو ده المسحب السبايسي. نفتح كده. اوف يا نهار اسود. لا ده عايز فواكه ده. احنا نبعت نجيب فورات على فكره. ده حموده ده مفيش نوم النهارده. مفيش نوم النهارده بقول يعني. بص المنظر من جوه عامل ازاي. هي ازاي اصلا الفرخه مستحمله كميه الشطه دي؟ بس والله جامدين. انا اول مره على فكره اجرب هارت اتاك. يا لهوي في ايه؟
سبايسي ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ ده اكيد ما بيطلعش كده. عايز ميه. ايه يا جدعان ده؟ انا كل الريفيوهات اللي شفتها على المسحب ده سبايسي احلى، بس انا حاسس الاوريجينال احسن بكتير. لا مش طبيعي غير كده. انت بتحب الشطه انت؟ بس لا هو حامي. حامي قوي. في ايه يا عم؟ ولا ده يا جماعه ده في ايه؟ اطعم من العادي. اطعم من العادي؟ انا حاسس ان العادي احلى، مش عارف ليه. لما انا كنت في السعوديه في سندوتش كان بيتعمل كده، انا لازم اجرب ده. احنا جايبين مسحب ليه؟ هم عملوا مسحب ليه اصلا؟ نفتح الكايزرايه. اسمع بقى مني بقى، اسمع مني بقى الجديد ده الجديد. نحط فيها قطعه المسحب، نحط بقى واحده سبايسي وواحده اوريجينال. اضرب يا ابني السبايسي دي، نحط عليها شويه البطاطس، ونروح عاملين ايه، فاتحين كده التوميه دي كده. انا حاسس بحموضه رهيبه والله ما بهزرش. نسقط بقى التوميه دي كده ونجرب بقى السندوتش ده. بتفكرني بايام السعوديه قوي. السعوديه قبل كده اصلا؟ لا، اي حد بياكل مسحب بيقول لك بتفكرني بايام السعوديه. انما يا جماعه لو حد نازل من السعوديه يجيب لي ربع مسحب او حاجه اخش هحاسبه. عشان كده انا قلت ما ينفعش اعمل ريفيوز وانا جعان. السندوتش ده جامد قوي. نقفل بقى الشنطه السنسونايت دي. تقييمي لوجبه المسحب بامانه سعرها كميه كويسه 104 جنيه من غير الضريبه طبعا. تقييمي ليها 6.5 من 6. لا 7.5 من 9. تقييمي ليها حلوه. نخش بقى على الجريمه اللي انا مش هسقط عليها، اللي غلط في حق المحاشي وفي حق المطبخ الشرقي كله، ان احنا نجيب الورق العنب ونقليه. انا مش فاهم ازاي الشربيني ساكت على حاجات زي كده. الورق العنب اللي بالكوارع اللي بالمقلي، ما احنا بنهزقه. ما احنا الورق العنب ده جاي معانا عشان نهزقه كده. بيجي معاه ايه بقى البيه اللي عامل لي فيها ستريبس ده؟ مش فاهم من ايه، من امتى الورق العنب بقى يتعط في بقسماط. بيجي معاه كايزرايه. لا ما بيجيش معاه كايزرايه، بيجي معاه صوص ليمون مع اصفر. انا مش هتكلم والله العظيم، ده عيب لكل كبابجي فيك يا مصر، كل مطعم شرقي فيك يا ده احنا ساكتين على كارثه على فكره. خلينا ونشوف الليمون المعرب. يا لهوي على كميه الخل اللي طالعه من الليمون ده. احنا عندنا فوار. انا يعني عايز اقول لكم ان انا دروخت من المزازه تقريبا اللي في الليمون. ايه ده بيعمي على ربنا يستر. خلينا نفتحه الاول. هما بيعملوا كده في فود ريفيور، بيفتحوا البتاع الاول، نفلق كده البتاع بحيث ان هي تبوظ مننا ونتخنق طالما احنا مخنوقين اهو. نفتح كده الايه. بص الهبل اللي باين وصلنا ده. المفروض ورق عنب. ندوق الاول من غير البتاع اللي من جوع. بحاول استوعب بس. انا كفود ريفيور بقول لكم لازم التجربه تتم بشكل معين. كلها بقى بالصوص. الصوص ده غريب قوي. ده ليمون ايه ده؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ ازاي وصل للمرحله من التخلل؟ انا مش عايز بتعمل حاجه، انا مش، انتوا بتعملوا ايه؟ بصوا يا جماعه، هو ورق عنب ومقلي ومحطوط في بقسماط. فكره جديده فكره خنيقه. السعر 45 جنيه، 5 ورق عنبات محطوطين في شويه بقسماط على 45 جنيه دي، جايب بيهم طبق مشكل محاشي. كل ما تشتري في قلب الطبق. انا حاسس ان هو ملوش طعم، حاسس ان هو بطعم الميه. انا مش حاسس بطعم ورق عنب قوي لان مفيش مزازه قوي. انا مش شايف مزازه، انا شايف لذاذه وخفه دم. انتوا شايفيني واخد الموضوع شخصي شويه. ليه يعني؟ هو اثر معايا الورق عنب في ايه عشان احط له طبق بقسماط واخنقه واضيق عليه؟ اثر معايا في ايه؟ فالموضوع يبقى ابسط من كده يا جماعه. انا مش عاجبني، انا هديله 10 من 10. دلوقتي بافلو وصل الحمد لله. انا كنت بحاول اهري في الورق عنب كتير على ما بافلو يوصل بصراحه. انت ممكن تبعت لي الصوصات وصلت. ده الصوصات اللي بتيجي مع الاوردر. احنا بس عايزين ايه؟ لا ابعت لي الوجبه نفسها بقى. انا من البراندات اللي انا بحبها جدا بافلو بصراحه، كنت بحبها. بقى يهتم بحاجات كتيره قوي وسقط البرجر. يا ابني انت بتاع برجر. هو بدا يعمل حاجات غريبه ونزل تشيز كيك معاه شويه بطاطس وازازتين زيت مجننينهم. قالوا خيار مخلل وقالوا باميه. هو ده مخطط سوري؟ هو انتوا ليه مصممين تدمروا المطبخ الشرقي والعربي؟ انا مش فاهم على فكره. الخطه دي خطه شكلها جايه من بره، عشان الخطه دي شكلها من العالم الغربي، من عدوان. احنا طالبين ايه بقى من بافلو خصم 50 جنيه على الاوردر بحد ادنى 170 جنيه. يلا دعايه يا عم بافلو يا عم، يلا والله هنشوف هل هو الاكل ده كويس ولا ده مخطط برضو امريكي. كنا طالبين تشيز اونيون بومب. انا اعرفه تشيز اونيون ده طبيعي. بومب ده هل انت عارف في حاجه اسمها تشيز بومب؟ انا عشان كده جبته. ومنزلين فرايد وينجز جديده. اللي هيسالني ايه فرايد وينجز دي؟ اللي هي بتبقى عباره عن فرايد وينجز. ده الشغل ده جديد، ممكن يبقى بالنسبه لك مش جديد. انا بالنسبه لي الشغل ده جديد. معلش انا راجل باكل بقالي 27 سنه، بس بقالي حوالي 3 سنين، اخر 3 سنين ما كنتش باكل اي حاجه. نبدا الاول بالتشيز بومب. ليه انا جبت الفرايد؟ عشان انا عمري ما اكلت اجنحه مقليه، دايما باكلها اجنحه مشويه بالباربيكيو صوص. خلاص احنا بقينا نقلي اي في ايه كميه الدهون المهدرجه اللي داخله علينا دي؟ ده كل حاجه بقت مقليه. انا بقى احب الشغل ده. المنظر بيقول ان في بومب فعلا. انا خايف اقرب لان شكلها فعلا تشيز بومب على فكره. دي ب 35 جنيه من غير الضريبه. معقول دي ب 35 جنيه من غير الضريبه؟ شكلها عامل زي الدوناتس كده. هي عامله يعني دي مالهاش اي علاقه بالاونيون رينجز. الاونيون رينجز بتبقى اصغر من كده بكتير قوي. بيجي معاها رانش صوص. احنا نجرب بقى التشيز بومب دي ونشوف ايه الدنيا. اوكي استنى كده نشوف ايه الكلام. يا ترى هتعمل بومب فعلا؟ استنى والله بسط قوي. ايه بوم؟ يعتبر بوم ولا تقريبا حلقات البصل؟ حلقات بصل حقيقيه مش بودر. حلقه بصل بسم الله ما شاء الله. خلينا نجرب دي وبلاش اعمل الفزلكه اللي انا عملتها من شويه. احنا ممكن ندوق على طول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه يا عم انا سلقت البصله كلها ما بقاش بصل جوه. بس طعمها لذيذ والله، بس محتاجين يزودوا البوم شويه. على فكره دي تبقى فظيعه في العيد، يعني ممكن ناخدها بقى في صوص ايه رانش. ده معروف احسن صوص رانش في مصر هو بابا جونز. عارف ايه في ايه يا بس اللي بيحصل. صوص الرانش بتاعه حلو قوي، ما تخدش كده والله. صوص الرانش بتاعه مش باين فيه طعم البيض، القرمشه حلوه فاهم. الدب دي في الصوص وارفع جميل. ده انا كده اتعشيت الحمد لله. انا شايف ان البصل طعمه حلو، بصل فريش مش بودر، الكريسبي حلو قوي بجد. الجبنه طعمها لذيذ، اديها 2 من 10. انا مش قادر. خش يا ابني على الفرايد وينجز يا ابني، خلينا نخش بقى، ما كل حاجه بقينا نقليها بقى. بيجي معاها 2 صوص رانش، ده عادي، ده انا ممكن اسمح لكم تقلوه والله. نجرب الاول من غير الصوص كاننا مقيمين محترفين. انا كنت بقيم صح، معلش سرحت. عشان انا فهمتوا حاجه، افتكرت حاجه في دماغي بعدين بقى. نجرب بالصوص. بصوا يا جماعه، حاسس ان هي ما فيهاش اي حاجه جديده. عارفين كوكي فراخ كوكي المجمده؟ والله العظيم نفس التتبيله بالظبط، وطعم الحاجات المجمده بيبان. والصوص ده انا مش عارف افتحه، انا مش فاهم فيه ايه بقى. ما تفتح بقى يا عم، نجربها بقى بالصوص، يمكن يبقى فيه حاجه جديده. ده لو سبايسي كانت تبقى احسن، بس انا حاسس بطعم الكوكي ده قوي. دخلت جناح طلعت على 200. اكل اجنحه واشبع. انا محتاج لي بتاع 48 50 جناح. انت بتتكلم لك في بتاع 25 فرخه. هو فرخه عندها كام جناح؟ 2. هي ثواني، الاجنحه دي بجد بتبقى في الجناح فعلا؟ اول الجناح ده اول الجناح. ده اول الجناح، بقيه الجناح يعني فين انت بقى؟ عايز لك 22 فرخه. انا حاسس ان هي ما فيهاش اي جديد بجد. انت لو جبت كيس كوكي ب 60 جنيه هتدرمغ نفسك في فراخ. يعني مش عجباني خالص بصراحه. طعمها عادي يعني، مش وحشه بس مش حلوه قوي، بس مش وحشه بس مش حلوه يعني. لا مش عجباني بصراحه. انا قيمها 10 من 10. دلوقتي بقى مفاجأة النهارده، نخش بقى نحلي. دي انا سيبها للاخر عشان نحلي. انتوا عارفين شكل الكرواسون كان بيبقى حاجه حلزونيه كده لفه على بعضها. طبعا فرنسا ما اعرفش الكلام ده شغال في فرنسا دلوقتي، بس هو نولا عملوا كرواسون جديد. كرواسون بيبقى عباره بقى انا بلاش اشرح لكم، خلينا نخش على طول. انت ازاي ظبطتها في نص دماغي كده سنايبر يا ابن اللعيبه؟ يعجبني الباكجنج بتاعهم بصراحه. سعر الكرواسون 92 جنيه بالتوصيل. ده كده في خصم حضرتك والله. كرواسون ب 92 جنيه بس. انا يعجبني بقى الشياكه بقى، يعجبني الشياكه. مريض نفسي بيعمل ريفيو. انا يعجبني الشياكه دي بقى. انت جايبها هديه لخالتك مثلا، حاجه محترمه، اناقه لباقه، حاجه مشرفه. نفتح بقى نشوف ايه دي. المفروض باللوتس. عندهم نوعين تانيين بالكندر البيستاشيو. ده الكرواسون اهو. الكرواسون معلش يا جماعه انا تقلت في الزيوت النهارده. هو سايبك بقى في حوار تاكله ازاي بقى. انت ما انت مشكلتك انت بقى مع نفسك يعني. ده كرواسون من امتى؟ هو ازاي كرواسون وصلوا بيه؟ ده كرواسون بجد يعني، وطالع ترند يعني. الناس ناكل الاول البسكوته دي اول خالص، نخلص من الحوار ده بس، نخلص حوار. ده المفروض كرواسون، بس زي ما تقول هو اتهضم قبل كده تقريبا. المفروض ثمنه 92 جنيه. بيجي معاه القاعده اللي هو بيتحط عليها دي، وحاليا هم عاملين خصم 30% على اي حاجه بتاخدها. وهو المفروض ثمنه 95 جنيه، فهو 92 جنيه بالتوصيل بالضريبه شامل. بيجي بالترايبود اللي عليه ده. طبعا ده احسن حاجه اصلا. انا شايفها احسن حاجه في الكرواسون الستاند ده طبعا. يعني انت تقدر تستخدم الكرواسونيه كديكور. حضرتك حابب تحطها في اوضه النوم، حابب تحطها في اي حته. طبعا انت مشكله هم نولا فكروا فيها. هو قال لك الناس بتجيب الكرواسون بيتحط في حتت عادي. طب ليه ما نستفيد بالكرواسون ونقدر نزين بيه البيت، نقدر نحط من طبعا شكله لطيف جدا. فدي من احسن الحاجات ومن الافكار اللي انا شفتها بصراحه. مطاعم حلويات. خلينا نجرب الكرواسون نشوف ايه الدنيا بقى. معلش الترايبود ده انت برده ممكن تستخدمه تحط فيه. لو انت بتحب تستخدم رغيف الفينو كديكور او حاجه زي كده، بتقدر برده تحط فيه في الستاند ده رغيفه جنب بقسماط مثلا، يبقى فظيع برده في اوضه النوم. 92 جنيه في كرواسون. انا خايف لا تنفجر. ماشي نفتحها بقى. اوه استنى بقى. هي مبدئيا شكلها مش فريش اصلا. هو ليه المناظر اللي انا بستناها ما بتحصلش؟ والله بستنى منظر معين ما بيحصلش ليه؟ طيب ادينا فلقنا الكرواسون ولا حصل اي حاجه. بقى ايه مست الستاند اللي بقول لكم عليها؟ بتحط كده الكرواسون دي على الستاند. ما تخلص انت مثلا كده ايه برضه تحطها في العلبه عندك برضه ستاند برضه. لا يعني ايه الكوره مالهاش اي لازمه. قوي. هي حلوه قوي بس هو اللوتس طعمه كده. هم يعملوا ايه برضه يعني ايه؟ خلينا نجيب لوتس. بس انا في حاجه مضايقاني. هتقول لي ايه؟ مش هقول لك. ارخم فود ريفيور في العالم يا جماعه. العجينه مش فريش. ايه العجينه مش فريش؟ بصوا اسمعوا. ايه ده يعني انا اقطم ايه ده؟ بتفتفت العجينه بتفتفت يا نولا. هي كواليتي كويسه بس هي عاملينها من يوم الثلاث اللي فات ده ولا ايه؟ فاكرني مش قافشكوا؟ انا فود ريفيور يا ولاد. هو بيفهم بقى في الاكل بجد. شويه ليمون معصفر من بتوع. بصوا يا جماعه هي حلوه بس تقيله قوي. انت ممكن تعملوا عليها عيد ميلاد مثلا، تحفلوا عليها انت واصحابك مثلا. احلى حاجه فيها بصراحه الستاند ده عاجبني جدا.
بتريح عليه الكرواسيه برده كده، محتاجه تتاكل فريش. يعني اللي جالي النهارده ده تقييمي ليه مش عارف، يعني هي العجينه ناشفه، باين ان هي مخدومه، باين ان هي فيها سمنه وفيها، يعني حاسس ان هي مخدومه. الكواليتي كويسه جدا، اللوتس حقيقي، مش بوتس ولا فوتس ولا الكلام، لوتس حقيقي، هم حاطين فعلا لوتس بالال، دي حاجه قليله جدا لما تلاقي مطعم حاططها. العجينه بتتكسر كده، ما انا طب ما اجيب مشبك بقى وخلاص، فاهم؟ طب ما تقلوا الكرواسون بقى، صح؟ نجيب الكرواسون نحط البقسماط وننزل نقليه، طالما في وفره في الزيت. امال الزيت ليه غالي؟ انا مش فاهم، طالما كلنا بنقلي انتوا بتجيبوا الزيت منين؟ طب يا جدعان خلاص كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من خبرتي. الناس هتسال دلوقتي ايه اكتر حاجه عجبتني النهارده. عجبني هارت اتاك جدا، والله العظيم ما كنتش عارف ان هو يطلع حلو كده. الفراخ حلوه جدا، التتبيله جميله، بس الشطه حراقه جدا، ما اعرفش دي جات لي انا غلط ولا ايه اللي حصل. حتى احنا بعتنا نجيب فورات دلوقتي. تاني حاجه عجبتني تشيز اونين رينج بومبس انا مش فاكر الاسم الرباعي بتاعها كان ايه بالظبط، بس هي كانت حلوه، اللي هي من بافلو. نولا ما عجبنيش قوي، الورق عنب ما عجبنيش قوي. عايزكم انتوا كمان تقولوا لي ايه اكتر حاجات غريبه ما اقدر اجربها من مطاعم، او حاجات افكار نجيبها في سلسله بما يرضي الله. الفيديو ده لو 30,000 لايك هنزل الفيديو اللي بعده على طول. كان معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.